من وسط دمشق. حفل توقيع وتدشين مشاريع الإنسانية في الجمهورية العربية السورية برعاية مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان يلي كان على مدار 14 عام خلال الثورة السورية واقف بجانب الشعب السوري. اليوم مركز الملك سلمان ما وقف ولا زال مستمر بتقديم المساعدات وتقديم المشاريع للسوريين في داخل سوريا. بهذا الكتيب يلي معي في حزمة مشاريع ضخمة، يعني إذا بدي أشرح عن هاي المشاريع بدي وقت طويل ما رح خلص، ولكن رح أعطيكم هيك نبذة عنها، عن بعض المشاريع. في عنا مشروع تقديم المساعدات الطبية، وفي عنا مشروع تأمين أجهزة الغسيل الكلوي مع مستلزماتها ومحاليلها. أيضا مشروع تدشين 61 مشروع تطوعي بيشمل 45 تخصص. مشروع تشييد وتجهيز مركز صحي للرعاية الصحية وملحقاته. في عنا أيضا مشروع تأهيل آبار منطقة دوما، مشروع تأهيل آبار العقدة الثامنة في دمشق. مشاريع عديدة ومتنوعة عودونا دائما إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي مركز الملك سلمان أنه يكونوا دائما جاهزين وثابتين مع الشعب السوري. رسالة شكر كثير كبيرة من الشعب السوري لأخواننا في المملكة العربية السعودية، لكل بيت في المملكة العربية السعودية على عطائهم وعلى بذلهم وعلى وقفتهم الحقيقية بجانب الشعب السوري. ونحن كسوريين نتشكر كل إخواننا في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولكل بيت شكرنا واصل. حب كبير لأخواننا في المملكة العربية السعودية.